اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اوقات كتير كده بنقعد مع نفسنا ونفكر نقول ايه يا ترى ليه فلان وفلانة بعد 10 سنين ممكن توصل ل20 و25 سنة جواز فجأة كده انفصلوا. وليه اتنين اصحاب قوي بقالهم 10 عمر مع بعض في ابتدائي واعدادي وثانوي وحتى في الجامعة ما تفرقوش، رغم ان هم دخلوا كليات مختلفة، وفجأة برضو كده العلاقات اتقطعت وايه بلا رجعة، تيجي تكلميهم مفيش فايدة. إيه اللي يخلي حد يروح بلا رجعة؟ إيه اللي يخلي حد يقطع علاقة وفعلا ما يبصش وراه ولا يندم ولا يفكر ان هو يرجع ليها تاني؟ في حاجة كده في العلاقات اسمها الرصيد. المفروض ان الرصيد دوت موجود في كل علاقاتنا، علاقتك باخوكي، علاقتك باختك، علاقتك بقرايبك، علاقتك بزوجك. الموضوع دوت بيفرق من شخص للتاني، يعني كل شخص بيبقى ليه رصيد معين عندك. اللي بيحدد بقى نسبة الرصيد للشخص ده عندك طريقة كلامه معاكي، ازاي هو بيقدرك، ازاي هو بيحترمك، ازاي هو بيتعامل معاكي. كل ما كانت الحاجات دي موجودة في الشخص اللي قدامك كل ما الرصيد بتاعه كان اعلى. طيب العكس من دوت، لو هو شخص طول الوقت بيهينك، طول الوقت بيحسسك ان انتي قليلة، بيكلمك بطريقة مش كويسة، بينتقدك انتقاد سلبي، قاعد بس علشان يتصيدك الاخطاء، فهتحسي ان انتي مع الوقت الرصيد بتاعه بيقل. طب دلوقتي احيانا بيبقى الرصيد خلاص انتهى في علاقة معينة، وبتحسي ان انتي جبتي اخرك ومش قادرة، والشخص اللي قدامك دوت رصيده انتهى. بس مع الوقت سواء كان السبب في ان دي صلة رحم ما ينفعش نقطعها، او ان في اولاد فما ينفعش ان احنا ننفصل، فبتلاقي نفسك بطريقة او بطريقة تانية بتبدأي تسامحي وتغفري وترجعي تحطي رصيد من جديد، وتبدأي ان انتي تستمري في العلاقة دي مرة تانية. طيب انت رجعتي وحاولتي تستمري، واللي قدامك فهم الموضوع دوت بشكل غلط، بدأ ان هو برضو لانه داخل في دايرة العشم، دايرة العشم دي اللي هي ما شاء الله بيجي من وراها كل المشاكل. فبدأ ان هو برضو يتعامل بنفس الطريقة والاسلوب، بدأت الاخطاء برضو هي. فبدأ الرصيد يقل مرة تانية. لما هيوصل الرصيد بقى ان هو خلاص هيخلص مرة تانية، هي دي بقى النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو انا سامحت مرة وممكن يكون اتنين وتلاتة، بس لا خلاص انا استنفذت كل طاقتي والرصيد بتاعك عندي خلص نهائيا بلا رجعة. اللي هو خلاص، عارفين انتوا كده اللي هو الشركة لما تقولك انت بقالك كتير ما استخدمتش الخط بتاعك، فيقوموا ساحبينه واخدينه منك، وخلاص اللي هو بتحاول بقى ان انت تروح ترجعه تاني، خلاص الموضوع انتهى. هو بيبقى نفس الموضوع كده بالظبط، الموضوع خلص وبتبقى روحة بلا رجعة. اللي هو الشخص اللي بيترك دوت، او الشخص اللي هو بيقرر انه ينهي العلاقة او ينفصل، ما بيبصش وراه تاني، ما بيحسش ان هو ندمان، ما بيحسش ان هو متضايق، لان هو بذل اقصى طاقة عنده، بذل كل اللي يقدر عليه عشان يقدر يحافظ على العلاقة دي. وبرضو الطرف التاني ما حاولش يبذل اي مجهود، وبدأ ان هو يضغط عليه تاني، وبرضك يدخل في دايرة العشم تاني، فالموضوع كده بينتهي. هو ده بيبقى السبب ورا العلاقات اللي احنا فجأة كده ايه ده، مش معقول بعد كل السنين ديت ان هم ينفصلوا، او ما خلاص كل واحد يبقى في اتجاه. علشان كده بنقول لازم نركز في علاقتنا مع بعض، لازم نحاول نخلي رصيدنا كويس مع اللي قدامنا، نحاول نبني علاقات كويسة مبنية بقى على التسامح وعلى الحب وعلى الود والاحترام والتقدير. طول ما الحاجات دي موجودة، عمر ما رصيد حد هينفذ عندك، ولا عمر ما رصيدك عند حد هينفذ. الدنيا كده هتبقى ماشية كويسة. ربنا يهدينا جميعا، وربنا يصلح الحال، نركز شوية بالله عليكم في طريقة تعاملنا مع بعض، لان الموضوع بقى صعب قوي، وللأسف بيبقى اللي غلطان دلوقتي بجح، هو اللي بيقول لك ايه ده، لا ازاي، ويعاتبك ويلومك، وده انت ازاي كمان تمشي، ازاي تمشي، انت لازم تقعد وتكمل مرمطة معايا. ربنا يهدينا جميعا.